السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي مع بعض نتكلم مع كورس التصميم الإنشائي في الحصة الثانية. الحصة اللي فاتت اتكلمنا إزاي إن إحنا نقدر نعمل دي إكسات. الحصة دي نتكلم إزاي نقدر نخش على برنامج الإيتاس ونقدر نعرف الماتيريال ونعرف كل حاجة. شاشة برنامج الإيتاس بتكون بالمنظر أو بالواجهة اللي إحنا شايفينها حاليا. أول حاجة بنبدأ إن إحنا نيجي هنا كده نيو موديل. تمام، نختار موديل جديد. عندي ثلاث خيارات، بيقول لي إن أنت تقدر تستخدم الديفولت سيتنج. تاني خيار بيقول لي إن أنت لو عندك موديل ممكن تيجي حاطط فيه المعادلات، معرف فيه الأعمدة، معرف فيه الماتيريال، تقدر تجيب منه كل الحاجات دي، بيختصر عليك وقت كتير جدا. آخر حاجة دي اللي إحنا خلينا نشتغل عليها، اللي هي إن إحنا هنشتغل مثلا على كود معين. خلينا نشتغل على الكود الأمريكي اللي هو ال ASI 318. اللي هو الكود السعودي برضه بيشتغلوا بيه في السعودية. ندوس أوكي. تمام، بيجي لنا الشاشة بالمنظر دي. أول حاجة على اليمين بيقول لك نمبر أوف ستوري. إحنا عندنا ثلاث أدوار: دور أرضي ودور أول ودور ملحق. ارتفاعات الأدوار خلينا نقول 3 متر. جريدات إحنا يعني مش بنشتغل جريدات، إحنا بنشتغل بلانك. تختار بلانك من هنا وبتدوس اوكي. بيجيب لي شاشتين تو ويندو. تستخدم التو ويندو دول بالطريقه اللي انت حاببها، بس الاغلب بيستخدمها ويندو ال 2 دي ويندو ال 3 دي مثلا. تيجي اول حاجه تحت بتروح عند اليونت. تختار هنا كده. تختار ان هي اول حاجه متر طن تمبريتشر زي ما هي. نيجي على طول فوق كده عند قائمه ديفاين. ديفاين ماتيريال. اول حاجه ال 4000 بي اس اي ناخد منها اد كوبي. دي اللي هي نوع الخرسانه اللي احنا هنستخدمها. وليكن عندي الخرسانه بتاعتي سي 30. سي 30 ام بي اي. تمام، دي اول حاجه. ماتيريال تايب كونكريت. الويت. الويت بريونت دي في الكود السعودي بتبقى 2.4، في الكود المصري بتبقى 2.5، لو على حسب الكود اللي انت شغال عليه. المودولس اوف ريسبيكي دي بتبقى على حسب برضه. لو كود مصري بتبقى 4400 في جذر الاف سي يو، انما لو كود سعودي بتبقى 4700 جذر الاف سي يو. فاحنا طيب ازاي هنحسبها؟ اقول لحضرتك ازاي هنحسبها. فبنكتب مثلا، خلينا نقول احنا شغالين كود سعودي، بنكتب 4700 في في 30. اوكي، 30 بقى قص نص نص. تمام. تقدر تضرب في اي خانه كده بيديك رقم. الرقم ده بالنيوتن على المليمتر مربع، فمش مناسب يعني. فتيجي في الاخر كده خالص وبتدوس نيوتن سلاش مليمتر مربع. تمام. دايركت هو بيحولها لك للرقم المناسب. يبقى كده عدلنا عليها. الريشيو طبعا بتفضل زي ما هي. بنعدل على حاجه تانيه بس قدام. نخش هنا كده موديفاي. دي بتسميها بقى بالاسم بتاعك، اللي هي مثلا سي 30 مثلا. دي بتبقى عباره عن الاف سي يو في 100. يعني احنا عندنا مثلا 30، يبقى 30 في 100 ب 3000. ندوس اوكي. يبقى احنا مثلا عرفنا اول حاجه مثلا سي 30 ام بي اي، وليكن نعتبر ان دي خرسانه الاسفل. بنفس الطريقه بتبتدي تقدر تعرف نوع تاني من الخرسانه سي 35 وليكن اللي هي خرسانه الاعمده. بتيجي عند النوع الاولاني بتاخد منه ارقامي. بنفس الطريقه بتقدر تعدل الباقي. واحنا عندنا هنا كده عرفنا الايه، الخرسانه بتاعت الاعمده السي 35. طيب عايزين نعرف الحديد. بنيجي هنا كده عند الجلد، بناخد منها ارقامي. مثلا الحديد المستخدم في السعوديه اف واي 420 مثلا. تمام. وبنعدل هنا كده. خلينا هنا كده مثلا نقد مثلا اللي هي اف واي 420. اف واي 420. فهي بتبقى قريبه من الرقم ده، بتبقى حوالي 40000. 1 2 3 40000. وهنا 60000. وهنا المفروض دي بتبقى 40000 في 1 و10. 40000 في 15 40000 في 1.10. برنامج الواحد بيطلع هنا تبقى 60000 في 1.10. تلقائيا لوحده البرنامج يحسبها. ندوس اوكي. يبقى احنا كده عرفنا نوع الحديد اللي عندنا. في حديد تاني اللي هو الحديد ال 8 مللي اللي هو بيبقى 240. لكن الدارك اللي بيستخدم هنا حتى في السعوديه الحديد اللي هو 420. حتى الكنات هنا حديد الكنات بيستخدم حديد 10 مللي. احنا كده عرفنا بالنسبه لنا الحديد برضه. تمام. بعد كده بنحتاج ان احنا نعرف الكاميرات ونعرف البلاطات ونعرف الاعمده. برضه كله من قائمه الديزاين. ترجع لقائمه الديزاين في تعريف اي حاجه. عندك في قائمه الديزاين في حاجه اسمها سيكشن بروبرتيز. عندك فريم وسلاب وعندك وول. طبعا احنا ما عندناش وول في الفيلا، احنا عندنا فريم وعندنا سلاب. وليكن خلينا نتكلم مثلا هنعرف فريم واحد. فريم واحد عندي كونكريت بيم وعندي كونكريت فورم. باجي مثلا عند كونكريت بيم دي واخد منها برضه تاني ادخل. اوكي. ادخل ايه، هرجع سريعا كده للمخطط اللي عندي اللي انا كنت شغال عليه. فيلا. وليكن عندي الكمر كان 20 في 60. ده الكمر. خلينا نقول 20 في 60 الكمر. اوكي. نرجع هنا كده عند برنامج الوتاس. والله بنسميها مثلا ب 20 في 60. وبتيجي هنا الدرس عندنا بوينت 60.
والويتس 20. تمام. مش بنعدل اي حاجه. فيما بعد بنتاكد هنا ان هي الجريد واخده 420، بتاخد 420. ماشي. هنا بيقول لك الكفر خليه 0.03 مثلا 3 سم، وهنا 0.033 سم. اوكي. الموديفاي بتاعت البورتس ديت هنبقى نتكلم فيها بعدين قدام يعني. ندوس اوكي. يبقى احنا كده عرفنا الايه؟ الكاميرات. نفس الكلام بالنسبه لقطاع الاعمده. الاعمده نفس الكلام، تيجي عند كونكريت كولوم تدوس كوبي. مهم جدا ان احنا نشوف ايه الاعمده اللي احنا سميناها في الدي اكس اف، لان الموضوع ده مهم جدا بيفرق معانا. فهنعمل ايه؟ ان احنا المفروض ان انت بتشوف كل عمود سميك في الدي اكس اف عشان بناء عليه بتشتغل هنا كده. فهنا اول حاجه هنسمي على سبيل المثال سي 5. كان عندنا سي 5 30 في 40. الماتيريال بتختارها هنا، تختار ان دي 35 اللي هي اعمده. الكاميرات المفروض نختار سي 30 في الماتيريال. وهنا العمود بيبقى 30 بوينت 40 دي 3 30 في بوينت 40. تخش تعدل فيه. عايزين نعدل التسليح. احنا بنقول ان هو اف واي 420. اف واي 420 عندك ديزاين وتشيك. ديزاين ده لو انت اللي بتصمم من جديد. انت حاليا بتعمل تشيك اللي عندك التسليح جاهز، فانت بتعمل تشيك. اوكي. هو العمود ريكتانجولار معانا هنا، بتاكد ان هي كولوم مش بيم. الكفر هنا خليه 3 سم. التسليح هنا مثلا المفروض يبقى كده خليه 16. عندي هناك التسليح 6 في 16. 6 في 16 هتيجي في الاتجاه الموازي اللي هو الثلاثه، واللي هو الاتجاه الاكبر هتحط فيه ثلاثه، وهتحط فيه ثلاثه. الاثنين دول مش بيتحسبوا معاك اصلا، لان هم هنشوف دلوقتي ازاي. بتدوس اوكي. شوف كده بقى 6 سياخ، لان الاثنين دول هم اللي بيبقوا هم موازيين اللي بيتحسبوا مرتين، مره في اتجاه ثلاثه ومره في اتجاه اثنين. اصبح انا عندي كده 6 حل 6 في 16 لسي 5 30 في 40 30 في 40. بندوس اوكي. كده يبقى عرفنا العمليه، وهتكمل بناء عليها الكاميرات، باقي الكاميرات، وتكمل عليها باقي الاعمال. بندوس اوكي. بعد كده برضو بنعرضها في السلاب ديفاين. بعد كده سيكشن بروبرتيز سلاب سيكشن. عندك سلاب برضو موجوده، بتاخد منها اد كوبي. وليكن بتسميها عندنا السلاب بتاعتنا كانت سلاب 22 سم. كان عندنا اكتر من سلاب، بس سلاب 22 سم. بتختار الماتيريال بتاعتها سي 30 ام بي اي، وسلاب زي ما هي 0.22. بتدوس اوكي. يبقى انت كده عرفت السلاب. يبقى احنا كده عرفنا الماتيريال، عرفنا الاعمده، عرفنا الكاميرات، عرفنا البلاطات. ان شاء الله المره الجايه هنقدر بقى نشوف ازاي ناخد دي اكس اس. تفضلوا البرنامج الايتاف ونقدر نرسم على برنامج الايتاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.